هل تريد تعلم كيفية صنع دونات من المعجنات؟ كل ما تحتاجه موجود في هذه الوصفة، مع بعض المكونات فقط. العجينة ناعمة وإسفنجية وتذوب في الفم، سريعة وسهلة، لا مقاومة. بدأ وصفتنا بإضافة 3 ملاعق سكر، عبوة 10 جرام خميرة جافة وملعقة حليب الوعاء. الحليب الذي أستخدمه دافئ وملعقة سعتها 240 مل. الآن لنحرك لترطيب الخميرة، ثم نضيف ملعقة فانيليا، 2 بيضة، 3 ملاعق زبدة مذابة، نصف ملعقة ملح ونخلط جيدا. الآن سنضيف 3 ملاعق ونصف من دقيق القمح. سنضيف دقيق القمح تدريجيا وسنخلط. إذا كنت تحب الوصفات السهلة اضغط على زر أعجبني وعلق في الأسفل أحب الوصفات السهلة. الآن أضف العجينة إلى الطاولة. اعجن هذه العجينة لمدة 10 دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة ومتجانسة. هدف عجينتنا هو الجمال والنعومة والمثالية. ثم أضف العجينة إلى الوعاء واتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة. هنا عجينتنا قد تضاعفت في الحجم، انظر كيف تبدو جميلة. أزل البلاستيك الآن لنخرج الهواء من العجينة، ثم أضف قليلا من دقيق القمح إلى الطاولة. افرد العجينة حتى تصبح بسمك 0.5 سم. يمكنك استخدام شوك أو زجاجة. لن تكون رقيقة أو سميكة جدا. الآن نحتاج إلى سكين عجين قطرها 9 سمن. إذا كنت تصنعها للبيع يمكنك مضاعفة المكونات وصنع المزيد. الآن سنحتاج إلى طرف مبرد لإزالة الجزء الأوسط، وانظر كيف هو مثالي. أزل الفائض من العجينة، ثم أنقل الدونات إلى صينية مدهونة ومطحونة. الآن غطها بورق واتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة. استخدم مقلاة مع زيت لاختبار حرارته. يجب أن لا يكون الزيت ساخنا جدا، وإلا ستقلى الدونات بسرعة كبيرة وستكون نادرة. ولا يمكن أن يكون باردا جدا أو سيمتص الزيت. أضف الآن الدونات واتركها تقلى جيدا. بمجرد أن تقلى من جانب نقلبها لتقلى من الجانب الآخر. تحقق منها حتى لا تحترق. كلها مقلية الآن. أخرجها وأضفها إلى طبق مناديل ورقية. انظر كيف هي مثالية. هذه الدونات لا توجد طريقة للمقاومة. لذيذة جدا وسهلة وسريعة في الصنع. اغمرها بالسكر ويمكنك تغطيتها بالشوكولاتة إذا رغبت. انظروا كيف جميلة ومثالية. أصنعوها في المنزل وستحبها عائلتك. يرجى تقييم الوصفة من 0 إلى 10. ما هو تقييمك لهذه الوصفة؟ آمل أن تكون قد استمتعت بها. سأبقى هنا معانقة كبيرة وإلى الوصفة القادمة. هل تشعر بعدم الراحة النفسية؟ جرب هذا البراوني الرائع. سنقوم بتحضيره معا. المكونات في الوصف. لا تتردد في الاشتراك. هيا نبدأ بإذابة الزبدة المملحة مع الشوكولاتة. سنقوم بالخلط ونضعه جانبا. نخفق البيض والسكر والفانيليا في وعاء، ثم نضيف الشوكولاتة بعد أن يصبح الخليط رغويا ومبيضا. نخلط مرة أخرى، ثم نقوم بنخل الدقيق ومسحوق الكاكاو. سنضيفه إلى الخليط ونخلطه. سنضيف الجوز ونسكبه في قالب وندخله الفرن لمدة 25 دقيقة على 180 درجة. ها هو جاهز. فقط نقطع قطعا جيدة، وصدقني مع هذا ستشعر بالراحة وهذا هو الأهم. هيا اضغط إعجاب واشترك لمزيد من الوصفات. مع السلامة.